نواصل في هذه التغطية المباشرة والخاصة بالتدشين الرسمي لجامع الجزائر، حيث وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل قليل إلى جامع الجزائر للإشراف على التدشين الرسمي لهذا الصرح الحضاري والديني والعلمي بكل مرافقه. مشاهدينا، كما تشاهدون في هذه الصور، والذي هذا الجامع الذي يعد أكبر مسجد في أفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. مشاهدينا، كان في استقبال الرئيس عبد المجيد تبون كما تشاهدون في هذه الصور بمدخل الجامع كل من عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بالمهدي، وكذا وزير السكن والعمران والمدينة الجزائري محمد